فيكم عايز يبتدي يشتغل في مجال الIT لأسباب كتير، إنه ممكن يكون لسه مثلًا خريج ومش عارف يبتدي منين، أو مثلًا مجال الIT يكون بيوفّر فرص كويسة إنكم تشتغلوا في الخارج، أو مثلًا حضراتكم حابين المجال وعايزين تشتغلوا فيه. هنتكلم عن زي ما بنقول عليها خريطة الطريق، إزاي ندخل مجال تكنولوجيا المعلومات أو الIT ونبتدي فيه إزاي. فمجال تكنولوجيا المعلومات بحر كبير، وفيه أكتر من كذا تخصُّص، وأكيد كلنا سألنا نفسنا الأسئلة دي، أبتدي إزاي، منين عشان أخُش في المجال ده؟ هو أصلًا المجال ده مناسب ليّا؟ ولو أنا مثلًا مش خريج حاسبات ومعلومات أو هندسة كمبيوتر، هل ينفع أشتغل في مجال ده؟ برضه كتير ممكن يقول لنفسه أنا كبرت خلاص وصعب إني أحوّل من مجال لمجال، كان من بدري بقى أعمل إيه كده؟ فالفيديو ده هيتقسم كالآتي: إزاي نقدر نختار المسار بتاعنا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإزاي نبدأ فيه في المسارات دي، وهنعرف لكل مسار من دول هو لمين بالظبط، يعني المبتدئين ولا لناس عندها خبرة، وهنتكلم عن مهام ومسؤوليات كل مسار فيهم، وهنعرف إيه هي المهارات المطلوبة لكل مسار فيهم، وأخيرا هنتكلم نبتدي ونتعلم إيه علشان تبقى في أي مسار اللي هنتكلم عنه. فرَدًا بقى على سؤال كتير بيتسأل لي وباشوف ناس كتير بتسأله، هو فات الأوان إن أنا كبرت خلاص عشان أخُش في مجال تكنولوجيا المعلومات؟ عشان نحسم الجدال هنا، العُمر مجرّد رقم يا جماعة، بلاش نحُط أوهام إن إحنا كبرنا عشان نخُش مجال معيّن، المهم تبتدوا. طيب تعالوا كده نتكلّم عن إيه هي أصلًا المسارات اللي موجودة في تكنولوجيا المعلومات وعليها طلب حاليًا وكمان في المستقبل. فعلى حسب الإحصائيات، والوظايف دي عليها طلب كبير جدًا، وكمان من أعلى الوظايف مدفوعة الأجر، وعلى حسب التطور المهني فيها حاليًا وكمان في المستقبل، وهُم كالآتي: الsoftware engineers، DevOps، cloud، cyber security، big data، والmachine learning، والAI engineers. ودي أكتر المجالات اللي عليها طلب وليها مستقبل كبير جدًا. فأكيد كل واحد مننا هيختار مجال معين ويبتدي يركّز فيه ويشتغل على نفسه عشان يعرف يبتدي فيه. أنا مش عارف أختار أنهي مجال فيهم، وخايف أختار مجال فيهم ويطلع المجال التاني أحسن مثلًا، والأسئلة دي طبيعية جدًا، وعشان كده الفيديو ده معمول. مبدئيًا عادي جدًا في الأول إنك تجرّب أكتر من كذا مجال، وتدرس في كذا مجال من اللي قُلنا عليهم، عشان تعرف تحدد في الأول أنت حابب أنهي مجال، وتعرف تكمّل فيه. بس طبعًا عشان تعمل كده لازم يبقى عندك خطة، ونبقى منظمين عشان مجهودنا ووقتنا ما يضيعش. في الآخر إحنا عايزين نسهّل على نفسنا وما نضيّعش وقت، ونبقى عارفين إحنا بنعمل إيه وعايزين نوصل لإيه. فتعالوا كده نرسم خريطة للخطة بتاعة كل مجال، ونشوف ممكن نبتدي إزاي، وإيه اللي ممكن يكون مشترك ما بين المجالات دي. هنتكلم الأول عن مجال الSoftware Engineers. فإزاي أبتدي أبقى مطوّر أو مبرمج؟ طب يعني إيه أصلًا مبرمج؟ هو باختصار أي شخص بيطوّر ويطبّق تطبيقات بشكل عام. والsoftware engineer أو المبرمج هو تعريف عام جدًا، لإن في المجال ده في كذا اختصاص. فمثلًا ممكن تبقى front end developer، وهنا إحنا بنطوّر الواجهة بتاعة التطبيق اللي المستخدم هيشوفه. ممكن نبقى back end developer، وهنا إحنا بنشتغل على الapplication code ذات نفسه، وإزاي نقدر نبني التطبيق ده ونوصّل الأجزاء بتاعته ببعض. وفي عندنا كمان الfull stack developer، هنا هنبقى مسؤولين عن تطوير الحاجتين مع بعض، الfront end والback end. وفي برضه web developer، وهنا بنبقى مسؤولين إن إحنا نطوّر web applications. ممكن نبقى mobile developers زي مثلًا الiOS developer، وبنبتدي نطوّر تطبيقات اللي بتبقى على الآيفون والMacOS، أو مثلًا ممكن نبقى Android developer، وهنا بنطوّر applications مخصوصة لنظم تشغيل الأندرويد. في كمان عندنا الIoT developer أو الinternet of things، زي مثلًا إننا بنبقى مسؤولين نطوّر تطبيقات لأجهزة تشغيل زي مثلًا العربيات والsmart homes أو البيوت الذكية إلى آخره. لأ كمان حضراتكم ممكن تتخصصوا في لغة برمجة واحدة، فممكن تبقى Java developer أو React developer أو Python developer إلى آخره، ولغات البرمجة كتير. فهنا الاختيار بتاعكم أنتم، إنكم تحددوا أنتم عايزين تبقوا متخصصين بحاجة بعينها، والّا عايزين تبقوا شاملين زي مثلًا الfull stack developer. فأيًا كان أنت هتختار أو هتختاري إيه من الحاجات اللي اتكلمنا عليها، فكلّهم ليهم طريقة بداية واحدة. لازم في الأول نفهم الbasics بتاعة الsoftware development والprogramming basics. فمثلًا ممكن تختار أي لغة تبتدي بيها وتفهم programming logic، هيبقى سهل بعد كده تتعلم لغات تانية، لإن المفاهيم واحدة، لكن طريقة الاستخدام هي اللي بتبقى مختلفة شوية. وأنا شخصيًا أرجح لكم إنكم تبتدوا بالJavaScript أو بالPython. بعد ما نفهم الbasics ونبقى متمكنين منها،
نبتدي ندوّر على projects بسيطة تبتدوا تشتغلوا عليها، عشان تبقوا متمرسين من اللغة اللي اتعلمتوها وتعرفوا تستخدموها إزاي. فمثلًا لازم نعرف إزاي تكتب الكود من الصفر، وإزاي أخلّص كتابة الكود ده، وإزاي نشتغل على الback end والfront end بتاع التطبيق أو المشروع اللي باشتغل عليه. فهنا كإننا بنحط نفسنا في مناخ إزاي أطوّر وأشتغل على application من أوله لآخره، عشان نعرف نجمّع أكبر قدر من المعرفة والخبرة. فمثلًا لو عايز تتخصص في الweb development تقدر تتعلم HTML وCSS، وبرضه بعدها نبتدي نشتغل على مشروع بسيط وإزاي نقدر نطوّر ونطبّق web application كامل. ولو عايز تتجه للmobile development تقدر تختار لغة للmobile platform سواء iOS أو Android، ونبتدي نشتغل على مشروع بسيط إزاي نبني موبايل application من الأول للآخر. وكل حاجة ليها مميزات وعيوب، وده الواجب بتاعكم إنكم تشوفوا إيه اللغات اللي ممكن تكون شداكوا، وتشوفوا المميزات والعيوب بتاعتها، وأنتوا تحددوا في الآخر هتختاروا إيه. بس زي ما اتكلمنا أهم حاجة إنكم تتعلموا وتفهموا المفاهيم الأساسية، لأن طريقة الاستخدام بتاعت كل حاجة سهلة إنك تتعلمها أو حتى تستخدم جوجل عشان تعرف تطبيقها إزاي، بس المهم نكون فاهمين المفاهيم الأساسية عشان نعرف إحنا بنطبق إيه وبنستخدم إيه. طيب أنا مش عارف أختار أنهي لغة، أنا احترت كده. فلو معظمنا سأل السؤال ده لنفسه، أرجح لكم دايمًا تشوفوا إيه أكتر لغة مشهورة ومطلوبة في سوق العمل، ونبتدي نتعلمها عشان نقدر ندوّر على وظيفة بيها. طيب إحنا اخترنا وحاسين إن اللي إحنا كنا بنذاكره ده مش لينا، حاسس إني شايف نفسي في لغة تانية أو على platform تانية، عادي جدًا. اللي اتعلمته وفهمته عمره ما هيكون خسارة ليكم، بل بالعكس ده هيسهّل عليكم فهم وتسهيل معلومات في مجالات التانية بشكل أسرع وأسهل، لأن المجالات كلها مرتبطة، ما فيش حاجة ما لهاش علاقة بالمجال التاني. وكمان ممكن يخلّيكم تنقلوا للحاجة اللي أنتم حابينها بشكل أسرع. بلاش التسرع، خدها خطوة خطوة. ولو حطينا في دماغنا إن إحنا ما فيش حد بيجري ورانا واخدينها بالراحة، هنعرف نفهم الدنيا بشكل أسرع ومنظم. وبلاش الاستسلام بدري. لو هتبتدي في حاجة نحط لنفسنا جدول زمني على الأقل مثلًا 6 شهور، وإحنا نفضل متمسكين باللي بنتعلمه ونفهمه. بعد كده عندنا مجال الDevOps، وده من المجالات المشهورة وعليه طلب بيزيد من سنة لسنة. وللمعلومة مجال الDevOps مش للناس اللي لسه بتبتدي في الIT، هو أكتر للناس اللي عندها خبرة شوية في مجال الIT. طب إيه هو الDevOps ده؟ ممكن حضراتكم تشوفوا الفيديو بتاع الDevOps وأسيب لكم اللينك في الديسكريبشن أو فوق هنا. وأنا ما رجحش مجال الDevOps لأي حد لسه بيبتدي في مجال الIT، بس لو بدأت تبني الخبرة بتاعتك واحدة واحدة ساعتها تقدر تنقل للDevOps. وعشان تعرف أكتر إزاي تبتدي في مجال الDevOps وإيه الخطوات اللي محتاجها، برضه تقدروا تشوفوا فيديو مخصوص تبتدوا في مجال الDevOps إزاي، وهاسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن أو فوق هنا برضه. تعالوا بعد كده نتكلم عن مجال الCloud وهو قريب شوية لمجال الDevOps. باختصار، مين هو الCloud Engineer؟ ده مهامه إنه يقدر يطبق ويشغل على مختلف أنواع الCloud ويعرف يهيئ الCloud Environment للمستخدمين والتطبيقات. ممكن أي حد عايز يبتدي في مجال الIT يبتدي بالCloud. فالأول هنتعلم على الSystem Administration زي الLinux أو الUnix أو الWindows، وأرجح إن إحنا نتعلم Linux. ممكن نقف هنا ونبتدي في مجال الIT من عن طريق إن إحنا نبقى System Administrators كمثال. بس الهدف بتاعنا نوصل للCloud. فبعدها نتعلم أساسيات ومفاهيم الNetworks، وبعد كده نتعلم عن المفاهيم الأساسية للمنصات الCloud أو Cloud Platforms زي مثلًا أمازون وجوجل أو Azure أو OpenStack وOpenShift، وكل حاجة من دول ليها الشهادات المعتمدة بتاعتها اللي ممكن بعد ما نخلّص مذاكرتها نمتحنها. وأنا أرجح لكم إنكم تبتدوا بAWS، لإن هي من أكتر الClouds أكتر استخدامًا في سوق العمل على حسب الإحصائيات. فزي ما قُلنا لو فهمنا الأساسيات والمفاهيم بتاعة الCloud هنعرف نتعامل ونفهم بقية الCloud Platforms. هيبقى الموضوع سهل إن إحنا يبقى عندنا معرفة وخبرة في أكتر من كذا platform. طب هو إيه الفرق ما بين الDevOps والCloud؟ ممكن برضه تشوفوا الاختلاف ما بين الاتنين من الفيديو اللي موجود في الديسكريبشن أو فوق هنا. بعد كده هنتكلم عن مجال السايبر سيكيورتي. فعشان تبني كلاود أو تبني DevOps environment أو هتبني application، لازم الحاجات دي كلها تبقى متأمنة وسكيور بشكل كبير، عشان ما يحصلش اختراق ويحصل مثلا تسريب لمعلومات المستخدمين اللي آخره من مخاطر. فمجال السكيورتي هو من أهم المجالات في الاي تي. فمن مهام إنك تشتغل في مجال السكيورتي إنك تعرف تحدد فين الثغرات اللي موجودة سواء على مستوى الابلكيشن أو البيئة التحتية أو حتى على المنصة اللي بنشتغل عليها، بل إنك كمان تعرف تساعد المنظمات إنها تحمي نفسها من أي اختراق وتحط احتمالات ومعايير لجودة الأمان في المنظمات دي.
فعشان نبتدي في مجال السكيورتي، من المهم جدا نفهم اساسيات ايه الحاجه اللي احنا بنحاول نامنها في مجال السكيورتي. مش مرجح لاي حد لسه هيبتدي في مجال الاي تي، فهو محتاج شويه خبره في اي مجال تاني من مجالات الاي تي، زي النتورك او الكلاود او تبقى سوفت وير ديفلوبر. فوق ده نبني خبره ومعرفه عن السكيورتي ونقدر نحول للمجال ده. ولازم برضو نتعلم عن مفاهيم السكيورتي والادوات المستخدمه لتامين التطبيقات او المنصات او البيئه التحتيه، علشان نقدر نحط استراتيجيات صحيحه لكل حاجه منهم. بعد كده يجي عندنا مجال البيج داتا، ومن هنا ممكن تبقى داتا اناليست او داتا انجينير او داتا ساينتست. فمثلا تعالوا ناخد مثال الانستجرام. شوف عندنا كام مستخدم على الانستجرام وكميه الصور والريلز او الفيديوهات اللي بتعملها ابلود كل دقيقه على الانستجرام. وكل دي داتا الانستجرام بيجمعها عشان يعرف يبني معلومات ويشوف حاجه اسمها اليوزر بيهيفير، عشان لما حضرتك تفكر انك عايز تتعشى برجر تلاقي فجأة اعلان لمحل برجر فاتح جنبك وبيقول لك يلا اطلب بسرعة، انت مستني ايه؟ وزي ما في حاجة اسمها human generated data، في حاجة اسمها device generated data، زي مثلا الاي او تي systems والعربيات والروبوتس الى اخره، الاجهزة اللي بتبقى متوصلة على النت. وعشان كمية الداتا دي كتير وحجمها كبير فسموها بيج داتا. فالداتا ذات نفسها من الممتلكات المهمة اللي أي حد ممكن يحصل عليها دلوقتي. فإحنا وصلنا إن الداتا كمان بقت بتتباع، فعشان نعرف إيه الداتا الغالية الكويسة اللي ليها قيمة من اللي ملهاش قيمة، هنبقى محتاجين ناس متخصصين إنها تعرف إزاي تخزن الداتا دي، وتعرف إزاي تفهمها، وإزاي تعرف تحط استراتيجيات تفرق ما بين الداتا اللي ليها قيمة من اللي ملهاش قيمة، وناس تعرف تبني سيناريوهات إيه اللي ممكن يعملوه بالداتا. طيب هو إيه الفرق ما بين إني أبقى data analyst أو data scientist أو data engineer حتى؟ الdata analyst ده الجزء المبتدئين اللي أي حد يبتدي في مجال الbig data وأسهلهم. فمهام الdata analyst إنه يقدر يحلل ويفهم الداتا اللي جاية له عشان يطلع منها أو يطلع منها بمعلومات مفيدة. ومن المهارات اللي مطلوبة لأي حد عايز يبتدي يبقى data analyst إنه يكون فاهم وعارف عن الرياضيات والإحصائيات، ويكون عنده خبرة ومعرفة باستخدام أدوات معينة زي الداتابيز ولغات برمجة زي مثلا ال SQL وبايثون، ويكون عنده معرفة وخبرة لاستخدام أدوات داتا فيجواليزيشن. ولازم يكون فاهم كويس جدا في البيزنس والمنتج اللي المنظمة أو الشركة شغالين عليها، عشان يعرف ياخد قرارات لتطوير البيزنس أو المنتج. أما بالنسبة للداتا انجينير، لازم يكون عنده معرفة عن استخدام الداتابيز والبروجرامينج وداتا بروسيسنج. فممكن واحد يكون اشتغل سوفت وير انجينير فترة ويبتدي يفكر إنه ينقل إنه يبقى داتا انجينير. فمن مهام الداتا انجينير إنه بياخد الداتا اللي جات له وهي خام، لسه زي ما بنقول عليها رو داتا، ويحولها لداتا مستخدمة يقدر الداتا اناليست أو الداتا ساينتست يستخدموها ويطلعوا منها معلومات مفيدة. فتقدر تبتدي في مجال الداتا انجينير إنك تتعلم لغات برمجة زي البايثون والجافا مثلا، وتتعلم عن الداتابيز والكويري لانجويجز، زي مثلا تعرف عن الريليشنال داتابيز زي ال SQL والماي سيكوال، والنون ريليشنال داتابيز زي المونجو دي بي والريديس. وتتعلم تستخدم بيج داتا تولز والفريم وركس زي مثلا اباتشي هادوب وكافكا. اما بقى عن الداتا ساينتست، هو اكتر حد ذو خبره وذو مرتب عنيف، وده حد لازم يكون مثلا معاه دراسات عليا في الرياضيات والاحصاء، لان الشخص ده زي ما بيقولوا بيتوقع المستقبل من خلال الداتا اللي شايفها، ويقدر يحط احتمالات وقرارات مهمه عشان يعلي من انتاجيه وكفاءه البيزنس ككل. ولازم يكون عنده خبره قويه جدا في البروجرامينج والداتابيز، زي مثلا يكون عنده خبره متقدمه جدا في البايثون والاس كيو ال. والاهم من ده يكون عنده خبره ومعرفه عن الماشين ليرنينج، عشان يقدر يعمل ماشين ليرنينج موديلز متقدمه ويعمل تصميم لعمليات معقده عشان يعرف يحط توقعات ويتخذ قرارات مهمه لتطوير البيزنس والبرودكت. وده ينقلنا للمجال الاخير اللي هو الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس. لا مش شات جي بي تي، مش هو لأ، وهو يعتبر جزء من الbig data. والاختلاف هنا في الbig data كان عندنا أشخاص بتفهم الdata دي، وعلى أساسها بتبتدي تتعلم وتاخد قرارات، على عكس الmachine learning وإن الAI إن الdata اللي موجودة الmachines هي اللي بتتعلم منها، وعلى أساسها تبتدي تاخد قرارات وتبني توقعاتها. طيب وهي ليه الmachines محتاجة data تتعلم منها أصلًا؟ في الsoftware engineering لما بنعمل كود وبنكتب إزاي الكود ده يتنفذ أو ينفذ مهمة معينة عشان الكمبيوتر يقدر يطبعها أو ينفذها زي ما هي مكتوبة، على عكس الماشين ليرنينج إن الماشين بتاعتنا تقدر تنفذ المهام دي من غير أي عمليات برمجة.
وبيعملوا ده عن طريق إنهم بييجي لهم data ويبتدوا يعملوا حاجة اسمها data training ويتعلموا من الdata دي والpatterns بتاعة الdata من خلال algorithms أو زي ما بنقول عليها machine learning algorithms. فهنا الكمبيوتر أو الmachine بنتعامل معاه على أساس إنه بني آدم، إنه بيفكر ويتعلم زي ما إحنا كبني آدمين بنتعلم، بشكل مبسط عشان في الآخر يبقى عنده حاجة اسمها trained model يعرف من خلاله ياخد قرارات للتنفيذ من غير ما يتعمل له برمجة زي الsoftware engineer ما بيعمل كده. وهنا في طريقين ممكن نتبعهم، إن إحنا نبتدي نكتب الmachine learning algorithm دي فتقدر الmachine اللي عندنا تستخدمها علشان تعمل training، أو الطريقة التانية إن إحنا بنغذي الmachine learning model اللي عندنا بكميات مهولة من الdata عشان يقدر يعمل train من خلالها. وعشان تبتدي في مجال الmachine learning والAI برضه لازم يكون عندنا معرفة قوية بعلم الرياضيات والإحصائيات، ولازم يبقى عندنا خبرة قوية بلغات برمجة مثلًا زي الPython، ونتعلم شوية عن الmachine learning libraries والframeworks زي الPyTorch كمثال. ففي كل المجالات دي إحنا اتكلمنا عن كذا مرة عن الPython لأنها لغة عامة وسهلة وأعرف أعمل بيها مهام كتير وكذا مجال، بس استخدامها كلغة مختلف جدًا في كل مجال. فأول لغة برمجة نتعلمها هي Python، ونعرف أساسيات ومفاهيم الPython وإزاي بنكتب كود بالPython. بعد كده على حسب المجال اللي عايزين نبتدي فيه ممكن نتعلم الframeworks بتاعة الPython المخصوصة للمجال ده. بس كده يا جماعة، وهنا وصلنا لنهاية أسرار دخول أفضل المسارات في مجال الIT. فلو عندكم أي استفسار أو أسئلة هاستنى أشوفها منكم في الcomments، وما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع حد من أصحابكم وزمايلكم فممكن يستفيدوا منه معلومة. سلام.